صحابي، والحديث في المسند حديث معاوية بن قرة عن أبيه، يقول: كان هناك رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل ابنا له، ما يأتي مجلس من المجالس إلا ولده معه، من شدة إيش؟ تعلقه بحب شديد. العجيب كيف يصف الصحابي، يقول: فكنا نعجب من حبه له. كلنا ترى نحب عيالنا، بس في بعض الناس الحب عنده زايد. هذا الصحابي كذا، يقول: حتى إن كنا نراه، هذا الصحابي، وهو يحمل ولده، فمرة يقفز على ظهره، ومرة يعبث بلحيته، يعني أشغله باختصار في المجلس. الحين لو يصير لك ولدك في المجلس يسوي لك الشيء هذا، يعني عيب يا ولد، استحلى وجهك، يعني فشلتنا عند الرجال ولا لا، ويضيق، يعني خلاص خليك هذه، يعطيك حلاوة تصير هذا ما يقدر، ما يتحمل أنه يقول لولده ولا شيء من حبه الشديد. يقول الصحابي، يقول: فكنا نعجب نراه يقفز على ظهره ويعبث بلحيته، فلا يزيده ذلك على التبسم، بس يبتسم في وجهه. طيب قدام ما ناسي، هو في عالم آخر من القلب المتعلق بهذا الابن. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فطن له في هذا، جاء مرة وقال له: يا فلان، أتحب هذا؟ تحب وليدك كذا؟ شوف الرد العجيب يا شيخ، قال: أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. أوف أوف أوف، هذا معناه إيش؟ معناه حبه مو بعادي، يا رب يحبك يا رب، بس الله أن يحبك زي ما حب وليدي هذا. طيب وبعدين مع الأيام افتقد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، قال: أين فلان؟ ما لي لا أرى فلانا. قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيت هلك، فهو جالس في البيت يبكي، مات وليده، ما استطاع أن يخرج للناس، بكاء 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 بكاء. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم زاره، وهو الرحيم الشفيق بهذه الأمة، زاره مع بعض الصحابة، فجاء إليه وإذا كأني أرى هذا الصحابي قد اسود وجهه من الحزن واحمرت عينها وطول، كما قلت لكم قبل، لا يلام الإنسان يا أخي، فقد الولد ما هو بشيء سهل. فرآه في غاشية الحزن، فقال له: يا فلان، شوف كيف المنظور الشرعي يعالج مصيبة. يا فلان، أتحب أن تمتع بولدك سائر عمرك؟ ودك أنه يرجع لك مرة ثانية، افتراض جدلي يعني، تبغى لو رجع مرة ثانية تحب أنك تتمتع به ويرجع لك، أو أنك إن صبرت وجدته أمامك يفتح لك أبواب الجنة بابا بابا؟ الله، تبغى هذه ولا هذه؟ صبح الصحابة كان نايم واستيقظ، بل أرضى وأصبر يا رسول الله. الدعوة بسيطة، 40 20 50 سنة وبعدين بدخل الجنة بسبب بني هذا، بدخل الجنة. لا والله ما أبغى يرجع، أصلا يمكن يرجع يسبب لك مشاكل. يفتح لك أبواب الجنة، ركز، مو باب، أبواب الجنة 8 يفتح لك، يقول لك: تعال ادخل يا أبي لصبرك. فقال: بل أرضى وأصبر يا رسول الله. واحد من الصحابة رضي الله عنه وارضاه ايش قال؟ استغل الفرصة، قال: يا رسول الله، هذا له وحده، الفضل ذا له حاله أو لنا كلنا؟ قال: بل لكم كلكم.